هل يمكن الزيارة. البعض رآها خطوة لإغلاق الباب أمام أي جهد أفريقي بعد قرار الحكومة السودانية بتجميد عضوية بلادها في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا. هل نحن أمام مبادرة مصرية سودانية يمكن أن تربط بين مبادرة دول الجوار ومحاولة إعادة الحياة لإعلان جدة الموقع في مايو الماضي؟ نعم، هذا الجدل ما زال مستمرا، لكنه حتى الآن إذا ما قرأنا كل المفاوضات التي جاءت بعد إطار جدة هو أنه ليس هناك نقطة بدء يمكن الاستناد إليها في تطوير المفاوضات. يعني حتى مفاوضات البحرين الأخيرة هي ما زالت سرية وغير معروف إلى أي نقطة توصلوا، بمعنى أنه عندما ننظر إلى مبادرة دول الجوار التي رعتها مصر في السابق، هي وقفت فقط عند أو الناتج الأساسي لها هو أنها منعت أو احتوت التدخل الخارجي أو منعت تدويل قضية السودان، بحيث أنها تظل قضية داخلية ليست تحت ولاية مجلس الأمن أو ولاية أي أطراف أخرى بما فيها الإيجاد وغيرها. ومن هنا التحدي الأساسي هنا، هل يمكن أن تنجح محاولات تثبيت السلطة في السودان بحيث أن تكون هناك سلطة ويتم التفاوض على كيفية وقف إطلاق النار وكيفية إعادة البناء أو الحل السلمي مرة أخرى. هذه الأمور أعتقد أنها ما زالت غير واضحة حتى الآن، وخصوصا أن هناك دول في الإيجاد مثل كينيا وأثيوبيا تريد أن تعيد أن تنظم وضع النزاع في السودان على أن هناك وجود طرفين، وأن الطرفين لا يملك أي منهما الشرعية لكنه شرعية الواقع. وبالتالي نحن هنا أمام يعني أزمة في تعريف السلطة، وأزمة أيضا في تعريف نقطة وقف إطلاق النار. ما تحاوله القاهرة هو أن تتجاوز هذه النقطة وتبدأ في إعادة التفاوض حول قضايا يعد انحيازا مصريا لأحد طرفي الصراع؟ هي المشكلة أعتقد أنه ليست هناك طرفين للصراع. يعني عندما حدث في أكتوبر، في 25 أكتوبر عام 21، أنا في تقديري ما حدث هو تصحيح لوضع لم يكن منضبطا أو لم يكن معرفا. يعني عندما نقول مثلا أن الوزراء والحكومات كانت تتلقى رواتب من الخارج وأن قوات الدعم السريع انحازت إلى هذه الجهة، فإن ما حدث هو لا يمكن تعريفه بأنه انقلاب ولكنه عملية تصحيح. يعني عندما نقول أن الحكومة تتلقى رواتب من جهات أجنبية وبالعملة الأجنبية أيضا، فإننا نكون أمام مشكلة اختراق السيادة الوطنية. وبالتالي في تقديري نقطة الخلاف هنا بين حميدتي والبرهان على تعريف ما حدث في 25 أكتوبر، وبالتالي انحياز حميدتي للحرية والتغيير لم يكن موفقا، حيث أنه انحاز لجهات لا تريد أن تستقر السودان. وهنا هذه هي المسألة الأساسية التي يمكن النقاش حولها. وبالتالي عندما تتبنى القاهرة موقف أن هناك مجلس السيادة يدير البلاد وأنه هو النتاج الطبيعي لما حدث بعد إزاحة البشير، وبالتالي الخروج على مجلس السيادة هو نوع من التمرد. وبالتالي نحن هنا نريد أن نعرف الموضوع قانونيا وأيضا نعرفه سياسيا. إذا كان قانونيا على هذا النحو فإنه سياسيا أيضا، فهل يمكن للأطراف المتنازعة أو المسلحة أن تجلس وأن تعيد النظر في كيفية استعادة المسار السياسي مرة أخرى؟ أعتقد أن هذا هو الإشكال الحقيقي لدى قوات الدعم السريع في انحيازها لقسم من تحالف الحرية والتغيير. بالتالي ما تتبناه مصر هو أنه ليس هناك طرفان، بل هو طرف واحد.